صورة قديمة لليوناردو دافنشي. بورتريه في ركن هادئ من عصر النهضة، ولد عبقري لا يشبه سواه. إنه ليوناردو دافنشي، رجل لم يكن مجرد رسام، بل مهندس، عالم، مفكر وفيلسوف بالفطرة. أشهر أعماله لوحة الموناليزا، ابتساما غامضة لا تكشف سرها، عيناها تتبعانك أينما ذهبت وكأنها تعلم من أنت. أما لوحة العشاء الأخير فهي لحظة درامية كاملة، الدهشة، الغضب، الحزن، كلها ترتسم في ملامح التلاميذ، وداخل يسوع هدوء عاصف. دافنشي لم يرسم مشهداً دينياً فحسب، بل رسم لحظة غيرت مسار التاريخ. وراء كل لوحة عقل لا يهدأ، كان يفتح الجثث ويدرس التشريح، لا من أجل الطب، بل من أجل أن يرسم عضلة كما تتحرك في الحقيقة. ليوناردو لم يكن فناناً فحسب، بل كان آلة زمن تنبض بالأفكار قبل أوانها. واليوم بعد أكثر من 500 عام ما زلنا نقرأ لوحاته كأنها ألغاز. هذا هو دافنشي، الرجل الذي لم ينتهي لأنه لم يبدأ حقا. اشترك في قناة أبولو ودعنا نبحر سويا في قصص العظماء.